صباح الفل يا حبايبات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بجد مش قادره اوصف لكم ازاي انتوا بتوحشوني من الفيديو للتاني، حتى لو بتسيبوا لي كومنتات بسيطه جدا، بس بجد بحس ان انا ايه ده، هو انا كنت فين الفتره اللي فاتت؟ مش هطول عليكم المقدمه زي ما شفتوا كده من العنوان. النهارده هقول لكم على اكتر اسرار واكتر حاجات المفروض اصلا ما تبقاش اسرار، المفروض ان هي تبقى روتيننا العادي. عشان تفضل ريحتك حلوه اطول وقت ممكن. مش قادره اوصف لكم قد ايه انا بحب النوعيه دي من الفيديوز بجد، وفي بنوتات كتيره برضو بحس ان هم بيشجعوها اكتر حاجه. فيلا بينا على الفيديو. لايك سريع للفيديو، كومنت صغنون، واشتراك في القناه لو انتي لسه مش مشتركه عندي. بس كده، يلا بينا على الفيديو. طبعا الف ب ت س، النظافه، اللي هو حاجات بديهيه جدا، وانتوا اما تسمعوها مني في الفيديو هتقولوا ايه ده، يعني الحاجات دي احنا عارفينها اصلا، بس بتطبقوها؟ لا، ما بتطبقوهاش. فانا معاكم النهارده عشان نشجع بعض ان احنا يبقى ده روتيننا العادي وخلاص. انا اساسياتي هي دي يا جماعه، بس كده. عايزه تزودي يا سلام، خير وبركه. مش عايزه تزودي خلاص اوكي. اول حاجه، اول خطوه معانا، ودي كده يعني صباح الخير ها كده، غسيل الاسنان. دي نمبر 1 علشان ريحتك تبقى حلوه. لو انتي حتى لنفسك، انا مش هقول لكم مثلا انتي بتروحي الشغل، بتروحي كليه، بتروحي، بس دي عشانك انتي لازم تبقى ريحتك انتي حلوه. لازم تبقى ريحه نفسك وريحه بقك وانتي بتتكلمي ريحتك حلوه. انتي ما حتى ما تبقى ريحتك انتي حلوه، انتي هتبقي مبسوطه من نفسك. صدقوني الحاجات دي بتفرق جدا جدا في النفسيه. نمبر 1 معانا، نغسل سناننا كل يوم اول ما نصحى من النوم. على الاقل مرتين يوميا، مره الصبح ومره بالليل، تغسلوا اسنانكم. الموضوع ده بيفرق جدا يا جماعه، وبالذات لو ناس متجوزين. يعني مش عايزه اتكي قوي على الموضوع ده، بس لازم عنايتك الشخصيه ونظافتك نمبر 1 عندك. تاني حاجه معانا وهو الشاور هنقسمه لجزئين: شاور يومي، وده هقول لكم هنعمل فيه ايه، وفي شاور اسبوعي برضه هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنمسك اول حاجه الشاور اليومي. يوميا يا جماعه خدوا دش، حتى جسمكم بس. الشعر ده موال تاني خالص. طبعا انا عارفه او كلنا عارفين ان لازم نغسله كل 3 ايام مثلا، علشان طبعا التساقط والحاجات دي كلها. ففكوكم من الشعر، بتكلم على ريحه الجسم. ان انت يوميا لازم تنزلي العرق اللي على جسمك. بننام، بنتحرك، بنروح الشغل، بنرجع من الكليه، كل الحاجات دي بتؤدي الى ان احنا في عرق. حتى لو حاطين رول اون وحاطين حاجات قد كده، بس برضو الشاور اليومي ده بيفرق جدا جدا. اعمليه بقى باي شاور عندك انت بتحبيه ريحته حلوه، وعايزين نكون متفقين مع بعض على نقطه: الشاور يا جماعه اللي ريحته حلوه ده ما بينضفش الجسم. اه بجد انا عرفت النقطه دي مؤخرا على فكره، مش هخبي عليكم، بس هو ما الا بيدي ريحه حلوه للجسم فقط لا غير. عايزين بقى تنضفوا جسمكم كويس، ده عايز فيديو لوحده الصراحة. فمش هطول وقت الفيديو، هندخل على الشاور الأسبوعي. الشاور الأسبوعي ده مرة في الأسبوع انت هتمسكي نفسك هتسلخيها بمعنى الحرفي ان انت هتسلخي جسمك. يعني ايه؟ يعني هننضفه بضمير. انا مش عايزه الا ان انت بس تنضفيه بضمير. في ازاله شعر هتعملي شيفنج، عايزه مثلا تعملي سكراب لجسمك، يا سلام، حاجه حلوه جدا ونتمنى طبعا، بس السكراب يكون قبل الازاله بيوم عشان نكون متفقين برضه على النقطه دي. بتعملي بقى دبل كلينزنج لجسمك، ان انت بتنضفيه بعمق علشان ما يبقاش حبوب في ظهرك، حبوب في جسمك عامه. فبتعملي مثلا في اللي هو الغسولات بتاعه البشره بتاعه الحبوب، طلع ان احنا ممكن نستخدمها لظهرنا وجسمنا عادي. دي بتعمل بجد تنظيف عميق جدا جدا للجلد، ومش بتخلي فيه تراكمات دهون او اي حاجه على ظهرك، فبالتالي الحبوب اللي في ظهرك وفي جسمك عامه بتروق. فالحاجات دي تتابعوها مرة في الأسبوع. اعملوا شاور كده متين وكل حاجة فيه بضمير، وخلوا الحاجات دي ثابتة عندكم: ان انا هعمل سكراب في الأسبوع مرة، ان انا هعمل تنظيف عميق لجسمي مرة في الأسبوع. حلو قوي. كل حاجة بقى، كل حاجة. وشعرك طبعا هيبقى في وسط الموضوع ده كله، بس انا مش عايزة ادخل في تفاصيل قوي بقى لو الشعر هنعمل فيه ايه علشان ما اطولش وقت الفيديو مش اكتر. خرجنا من الشاور، لازم واساسي معانا ولابد لنفسك قبل الناس. انا بركز قوي على الحته دي يا جماعه، عشان الناس، في ناس كتيره بتفتكر ان الحاجات دي احنا بنعملها عشان نرضي اللي حوالينا او نبقى ريحتنا حلوه عشان احنا نازلين. لا، دي ليكي انتي.
ليكي انتي. خرجنا من الشاور نحط رول اون. انا عارفه ان دي مقاطعه، دي قديمه عندي، بس انا مطلعاها كمثال مش اكتر يعني، عشان دي اللي قدامي دلوقتي. فنحط رول اون ونهتم جدا بالموضوع ده، عشان العرق انتي ممكن تكوني مش شامه ريحه عرقك، بس اللي حواليكي شامين ريحه عرقك. فليكي قبل الناس بكرر تاني الموضوع ده، حطي رول اون، خليها كده حاجه اساسيه في حياتك. رول اون رول اون رول. حفظتوها خلاص. خلصنا خطوه الرول اون، ندخل على البادي لوشن. البادي لوشن بيفرق قوي يا جماعه كترطيب للجسم، علشان بشرتك تفضل طريه وحلوه وكيوت وبيبي، والجزء التاني ان ريحتك تفضل برضو حلوه ووقت طويل. طبعا انا هريتكو كلام عن هذا اللوشن الخطير ذا بلاك بينك، تحفه يا جماعه، تحفه من هنا للسنه الجايه. بجد حاجه عالميه بكواليتي مصريه، بجد بجد، وسعره اهبل جدا. فاللوشن ده خطير جدا جدا كريحه، ترطيب، بيقلل نمو الشعر كمان، اتكلمت عنه كتير. وده بلانكي، والمرطب ده للجسم بلانكي برضو تحفه، بيبي باودر خالص ريحته. هو اصلا للبيبي بس برضو عادي احنا بنستخدمه. الاتنين دول ذا توب فيفورت بادي لوشن عندي. تحفه يا جماعه تحفه. واهروا نفسكم بقى بادي لوشن بعد الشاور، اهروا نفسكم على قد ما تقدروا. لو حضرتك جالسه في البيت ومش نازله، يبقى حطي برفيوم، اي برفانات بقى انت بتحبيها. انا بحب البرفان ده قوي، اسمه بكارات. استنوا كده ناخد رشه. احنا قاعدين في البيت، نصه طرف الهوا. ريحته خطيره، بحس ان انا كده عارفه ذا كوين قاعده في البيت. حطوا برفان وانتوا قاعدين في البيت، وبرده روقوا على نفسكم كده بجد. دي خطوة خطيرة، وانا يعني اشجعكم انتوا تعملوها جدا في البيت. برضو الخطوة بتاعة الباودر بتاعة الجسم دي برضو رشحها لكم قوي قوي، بتفرق وبتثبت الروايح الحلوة قوي قوي اللي احنا حطيناها قبل كده. فاي باودر للجسم انتي بتفضليها حطيها، وبرضو غرقي جسمك بس ما عدا الاماكن الحساسة والاندر ارم والكلام ده كله. تحطي على اي مكان في جسمك بقى عادي، في التنايات بتاعة الدراع، في التنايات بتاعة الرجل، اي مكان انت حاسه ان انت عايزه تحطي فيه حطي فيه يا ست الكل، عادي جدا. اغلوا نفسكم يا جماعه، بودر بتفرق قوي قوي. بادي سبلاش برضو بعد خطوه البادي لوشن. فاكرين خطوه البادي لوشن؟ اهو البادي لوشن اهو ذا بلاك بينك، وده السبراي بتاعه. عايزه اقول لكم ان الاتنين دول مع بعض كومبو تحفه من هنا للسنه الجايه. بجد اي بنوته هتجرب الكومبو ده، او عروسه، او اي حد معدي في الفيديو هيدعي لي بجد 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 يا جماعه، والله مش مجامله. يعني طبعا يا ريت ان هو اعلان ليهم، بس هو مش اعلان، لا ده من حبي فيهم بجد. الكومبو ده تحفه، وفعلا ريحتك هتبقى فواحه فتره طويله جدا جدا، فجربوه. كمان في خطوه بتفرق جدا جدا، وهي خطوه المخمريه. المخمريه أنا دلوقتي حاليا مش قدامي مخمريه، بس هي بتبقى عباره عن كريم كده وريحته حلوه جدا، بتحطيها على اماكن النبض، بتحطيها خلف الاذن، بتحطيها في التنايات بتاعه ايدك، اي مكان، بس برضو ما بتتحطش في الاماكن الحساسه. المخمريه بتبقى ريحتها حلوه قوي. ممكن بقى هتلاقي بروايح كتيره، انتي بقى شوفي ذوقك ايه وحطي منها، دي برضو بتفرق قوي قوي. وعايزه اقول لكم ان المخمريه ريحتها مش فواحه، ان انتي لو خرجتي بيها من البيت فهتبقى ملفته او حاجه، لا دي هتبقى انتي بس اللي شماها، هتبقى هنا عند اماكن النبض وهنا، فمحدش هيشمها طبيعي يعني. فالخطوه دي برضو بتفرق جدا. اخر خطوه معانا، ودي بنات كتيره يعني غايبه عنهم، مش بيركزوا فيها، محدش قال لهم عليها اصلا، وهي ريحه الشعر. ريحه الشعر برضو يا جماعه بتفرق قوي قوي. ما تقنعنيش ان انت هتخرجي من الشاور تلمي شعرك وهو مبلول ويكمكم وريحتك هتبقى حلوه، انت مش هتبقي مبسوطه ولا اللي حواليك هيكونوا مبسوطين. بس هنرجع ان احنا قلنا واتكينا قوي على حته ان انتوا ريحتكوا ليكوا انتوا اولا وليس اخيرا يعني. بلاش الشعر اما بنخرج من الشاور بننشفه كويس جدا جدا، وبعدين اخرجي اعملي كل حاجه انت عايزاها. اوعوا تلفوا شعركم يا جماعه الكحكه وتعملوا ضفيره، الكلام ده كله شعركم مبلول ابدا، لان بيكمكم بجد وريحته بشعه، وانتي ممكن تكوني مش حاسه بحاجه اصلا، بس هو في كوارث بتحصل فوق هنا، في كوارث بتحصل. فبعد ما تنشفي شعرك حطي اي هير ميست عندك. ما عندكيش يا ستي ممكن انتي بتعملي في البيت، سرشوا هتلاقوا خلطات طبيعيه حلوه جدا جدا، بتبقى مثلا جوز هند على مش عارفه ايه، وتحطيها في بخاخه وترشي على شعرك. موضوع بسيط جدا، مش لازم تكلفي نفسك وتشتري. ده هير ميست عندي كنت جايباه من ايما ستور،
بيج بتعمل وصفات طبيعيه وحاجات حلوه جدا جدا بالكوكونات اويل والارجان، وحاطين فيه لا الكحول فري والجوجوبا. فس 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 في شعرك كده اهو. ريحته حلوه وكيوت كده، هاديه قوي. دي برضو بتفرق جدا في شعرك، وهتلاقي بجد الدنيا مختلفة. وبس كده يا حبايبي، ده كان فيديو النهاردة، خطوات بسيطة قوي قوي، بس لو اتبعتيها بجد وخليتيها خلاص روتين كده في حياتك هيفرق قوي قوي معاكي. اسألونا انا بجد والله. اضافة حلوة، والريحة ان انتي تفضلي شامة نفسك ريحتك حلوة طول الوقت، دي بتفرق كمان جدا جدا في النفسية. حطوا تحتيها 600 الف خط. وبس كده، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. بس قبل ما نخرج من الفيديو ما ننساش نعمل لايك وكومنت صغنون واشتراك في القناة لو انتي بس مش مشتركة عندي. وبس كده، واحب اكد لكم ان انا ببقى مبسوطه جدا جدا من اي كومنت بتسيبوه، من اي لايك بتعملوه، اي اشتراك بيجيلي ببقى مبسوطه بيه جدا جدا. واشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.